ويب سايت او الموقع اللي احنا عارفينه اللي هو موقع بتاع اي شركه بتقدم خدمات معينه، او موقع حتى بتاع شخص مثلا انفلونسر او ايا كان، بيبقى عامل بالظبط زي بيت الشخص ولكن اونلاين. بيبقى فيه كذا صفحه، الصفحه الرئيسيه معلومات عن الشركه او الشخص، الخدمات اللي هم بيقدموها او الشخص بيقدمها، وطريقه لتواصل الناس مع الشخص او الشركه دي. الهدف عموما من الويب سايت او الموقع هو ان الناس تتعرف على الشركه او على الشخص. مشكله الموقع او الويب سايت ان الشخص اللي داخل على الموقع ده ممكن يتشتت، بيلاقي صفحات كتيره وممكن يقعد 10 دقائق في الموقع ما يعرفش ازاي يشتري الخدمه من الشخص ده او من الشركه دي. على العكس اللاندنج بيج هي صفحه واحده مخصصه ومصممه لهدف واحد، وهو ان انت تبيع. الفرق بالظبط عامل زي ما تكون داخل مول كبير ومش مقرر بالظبط هتشتري ايه، او ان انت تدخل محل معين تقول انا عايز القميص ده، فانت بتبقى داخل انت عارف انت عايز ايه. فعلى سبيل المثال دي الصفحه بتاعتنا، اول عنصر وهو الهيدلاين: turn your knowledge او skills into profitable online business in 90 days. حول خبرتك او مهاراتك لبزنس اونلاين ناجح في خلال 90 يوم. فده الهيدلاين، الشخص داخل عارف هيحصل على ايه. اللي هو السب هيدر او اللي هو الخط الصغير اللي تحت او العنوان الفرعي ده، بتكتب فيه تاكيد على العنوان الرئيسي. فالعنوان الرئيسي انا عرفت انا هعمل ايه بالظبط. الحاجه الثانيه بقول using proven system, life support and no risk guarantee even if you've never sold anything online before. حتى لو انت ما بعتش اي حاجه اونلاين قبل كده. العنصر اللي بعد كده هو السيلز ليتر. انا السيلز ليتر ده بقى شرحت فيه حاجات، اديت للناس فاليو، في نفس الوقت وريتهم سكرين شوتس من سترايب، في نفس الوقت اديت امثله على الناس اللي هي ممكن تعمل بيزنس اونلاين عامله ازاي. ده الزرار بتاع السي تي اي، يبقى واضح انت هتعمل ابلاي ازاي. العنصر اللي بعد كده وهو التستيمونيالز. في عندنا ناس فعلا اشتركت وحققت نتائج، فانا حاطط التستيمونيالز بتاعتهم، بحط بقى على قد ما اقدر عدد تستيمونيالز، بس طبعا ما بكترش قوي عشان الناس ما تزهقش، فانا مش حاطط كل الريفيوز اللي جات لنا. وهنا بقى الماني باك جارانتي، او فكره ان انت حتى لو ما حققتش نتائج هنرجع لك فلوسك 100%، هيبقى عندك 100% ريفند. في حته بقى حلوه ممكن تضيفها بحيث ان انت تقلل شويه فكره ان الناس تقعد تبعت لك تسالك اسئله، اللي هي الاف اي كيو او frequently asked questions، او اكتر الاسئله المتكرره. انا عملت لاندنج بيج كسامبل كده ب HTML، فلو انت عايز التمبلت دي او السامبل بتاع اللاندنج بيج دي هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن.